السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنبدأ جولة عن سيدنا عمرو بن العاص. هنشوف المكان القبر اللي هو مدفون فيه، معاه سيدنا عقبة بن عامر، وبإذن الله هنطلع على مسجد سيدنا عمرو بن العاص ونكمل معاكم الجولة هناك. تعالوا بصوا هنا، بيقول لك من منطقة سيدي عقبة هذا المكان المبارك. عشان ما اطولش عليكم، هو اختصار الكلام ده انه كان بيجي كل الحجاج من افريقيا، دول شمال افريقيا ودول وسط افريقيا، كل اللي هيطلع الحج بيجي هنا يستلموا كسوة الكعبة اللي كانت بتتعمل في سيدنا الحسين، وبتيجي هنا وكله بيتجمع، حجاج مصر وحجاج افريقيا، وبيطلعوا على الحج. تعال معايا عشان نشوف الدخلة على الجامع عقبة ابن عامر اللي فيه قبر سيدنا عمرو بن العاص وقبر سيدنا عقبة بن عامر. تعالوا معايا. هنا الجامع، وهندخل جوه ونكمل تاني. احنا النهارده موجودين عند قبر سيدنا عمرو بن العاص. احنا النهارده بنبص، بقول له هو ده قبر سيدنا عمرو بن العاص اللي هو كان حاكم مصر؟ قال اه. احنا دلوقتي بنبص يا استاذ محمد على البساطه، يعني القبر بسيط جدا وصغير وكده. فاحنا لقينا حاجه غريبه قوي. في فتحه ممكن حضرتك تقرب عليها هنا، الفتحه الصغيره دي اللي انا مشاور عليها دي. احنا كنا بنشم كده اهو، احنا شامين حاجه ريحتها احلى من المسك، ولا فل ولا ياسمين، حاجه ريحتها جميله قوي. فبنسال هو عباره عن ايه يعني الريحه الحلوه دي؟ انتوا اكيد بترموا هنا حاجه. قال لك لا 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 لا، احنا ما بنعملش كده. احنا الريحه دي، احنا مره واحنا قاعدين لقينا في حته طقت واحد بيشمها لقاها ريحتها جميله جدا. فقلت له يعني انتوا مش بترموا حاجه؟ قال لك اهو، يعني دي ما ينفعش خالص، دي الريحه الطبيعيه اللي جايه من الريحه من القبر بتاع سيدنا عمرو بن العاص. فدي حاجه حلوه قوي. في هنا ورقه عايزكم تقروها هنا كده، دي رائحه طبيعيه. تمام. فطبعا احنا طبعا في حاجات بتبقى حاجات من عند ربنا طبعا، حاجه جميله جميله جميله. وهنكمل لكم باقي الجوله جوه المقابر. اتفضل يا استاذ محمد. احنا دلوقتي داخلين مقام سيدنا عقبه ابن عامر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى بينا يا استاذ محمد، خش بينا كده، بسم الله. ده المقام بتاع سيدنا عقبه بن عامر، ده من اصحاب الرسول. وده برضو احنا بنشوف دائما البساطه في المقام بتاع اصحاب الرسول، والمقام بتاع الرسول برضو حاجات بتبقى فيها كلها بساطه. والمقام هنا فيه ريحه جميله قوي قوي قوي. النهارده الاستاذ محمد هيقول لنا شويه معلومات هنسمعها معاه دلوقتي. هو سيدنا عقبة بن عامر كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. وشهد فتوحات كبيرة جدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشام، وفتوحات مصر مع عمرو بن العاص، وتوفى سنة 58 هجريا. في حد حكى لنا حكاية هنا في المكان، هي الحكاية طبعا خرافية، ان دي مراية وانها كان بيشوف فيها وش الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القصة لا اعتقد انها مش مظبوطة. استاذ محمد، ان شاء الله هيكون في معلومات هنرجع لكم ونقولها لكم تاني.
جامع عمرو بن العاص، هو أول جامع في إفريقيا. جامع عمرو بن العاص بني 21 هجريا 641 ميلاديا، وبني في أول دخول الجيش الإسلامي إلى مصر بقيادة سيدنا عمرو بن العاص. تعالوا ندخل الجامع وتعالوا نشوف العواميد وأرقامها والحجارة وأرقامها، ونشوف البيبان وأرقامها، ونشوف الشبابيك وأرقامها بتدل على إيه. يلا بينا ننزل وندخل الجامع. احنا النهارده فين؟ في مسجد عمرو بن العاص، ودلوقتي فين؟ في صحن المسجد. صحن المسجد فيه شويه اعداد لازم كلكم تعرفوها. بص معايا كده، اللي احنا واقفين فيه في الصحن لو عديناهم 8 اعمده. الثمان اعمده متاخدين من ايه؟ ويحمل عرش ربك يومئذ 8. الثمانيه دول كده اول عدد معانا. العدد الثاني معانا ايه؟ العدد الثاني معانا عدد الاعمده. عدد الاعمده 365 عمود. ادي تاني عدد. نشوف اعداد تانية. معانا البيبان. البيبان الموجوده في المسجد 12 باب على عدد اشهر السنه. معانا ايه تاني في الاعداد؟ نقول الشبابيك 99 شباك. 99 شباك اسماء الله الحسنى. ومعانا ايه تاني؟ بص على الدوائر اللي قدام. الدوائر الموجوده في الثلاث جهات 29. 29 يوم في الشهر العربي. حتى لو بصينا هنبص اللي قدامكم ده وناخد يمين، مفيش دواير عشان يبقوا 29 بس. ولو بصينا للرسمه الزخرفيه، الرسمه الهندسيه دي، هم برضه لو عديناهم هنلاقيهم 29 بالظبط. فالاعداد هنا كلها محسوبه. اتفرجوا على بيت المسجد معانا. الصحن اهم حاجه في المسجد هو الصحن. انتوا شفتوا الجزء الخارجي، يلا نخش نشوف المنبر. يلا بينا. بقول لك يا استاذ محمد، إيه يا أستاذ باشمهندس محمد؟ دلوقتي كان في حد انا سمعته بيقول تعالى ندعي لك عند البير، ولقيتهم بيرموا فيه فلوس، وانا شايف هنا في فلوس فضه كتير. أيوه صح كلامك صح. يعني ايه ادعي لك عند البير؟ هو ايه البير؟ يعني ايه يدعي لي عند البير؟ بير بيشربوا منه ويتوضوا منه الصحابه ايام ما كانوا هنا لما فتحوا مصر، وسيدنا عمرو بن العاص اقام المسجد، فكان البير بيشربوا منه ويتوضوا منه. فحصل يعني زي عادات وتقاليد ان طبعا ده حاجه مباركه عشان الصحابه بيشرب منها وبتاع. الناس الشعبيين اللي هم مش متعلمين بيطلعوا قصص ومواضيع ان هنا البير توشوش او تدعي ترمي. ده بالفضه بقى، تحط في الفضه وترميها. وترمي في هنا. طبعا ده كلام مرفوض اسلاميا وكلام مش مظبوط. طبعا، لان انا لما سمعت الكلام ده انا استغربت جدا، فحاولت ان انا يعني ابحث عن المعلومه، فقلت اسالك الاول عشان انت حضرتك عندك خبره في موضوع المعالم الاثريه وكده. الموضوع استهواك، قلت اجي ادعي هنا، فقلت ادعي عند البير. ده لو الموضوع سهل كده كان كل واحد مسك 2 جنيه ويرمي بيها 2 جنيه مين؟ ما لو الموضوع سهل 100 جنيه 200 جنيه براحتك بقى وادعي. مش كل حاجه تسمعها تصدقها، لازم تفكر وتستفتي قلبك. احنا دلوقتي وصلنا فين؟ وصلنا عند القبله، وعند ايه تاني؟ المنبر. دول القبله والمنبر، والزخرفه بتاعتهم بتتكلم عن نفسها، مش محتاجين ان احنا نتكلم. اتفرجوا معانا. في حاجه تاني بقى واحنا بنصور ما شفناهاش، الشبابيك. بصوا على الشبابيك. والشبابيك معموله عشان تطلع او تدخل اضاءه طبيعيه، وتطلع وتدخل تجديد الهواء، وده من الحاجات المعماريه الحلوه المعموله في المسجد. اتفرجوا كده بقى معانا على العمدان من جوه. وكده يبقى احنا وريناكم صحن المسجد، ووريناكم المنبر والقبله والشبابيك. هنروح كمان نتفرج على البيبان. يلا بينا على البيبان. وصلنا دلوقتي فين؟ عند البيبان. اتفرجوا معانا على الباب ده من ضمن ال 12 باب، ومعانا باب تاني ماشي،
وتعالى كده بقى يا استاذ محمد اوريكم الباب اللي كان بيخش منه الصحابه. تعالوا. وده الباب اللي كان بيخش منه الصحابه. الباب جنب البير على طول، البير اللي صورناه. وكده بقى احنا وريناكم البيبان، وريناكم البير. دول في صحن المسجد على الجزء اليمين وانتوا داخلين. واحنا خارجين من المسجد لقينا حاجه حلوه لازم كلكم تشوفوها معانا. قول لهم كده يا محمد. شوف يا استاذ محمد، احنا هنا كنا جايين نقرا كتاب عشان نبص على معلومه معينه. لقينا ان الازهر الشريف مش حاطط الكتب دي عشان خاطر المسلمين بس. احنا جايين عايزين اللغه الفرنسيه واللغه الكوريه واللغه اليابانيه واللغه الروماني، في هنا كل اللغات. احنا هنا مش عايزين الديانه الاسلاميه او المسلمين هم اللي يمسكوا الكتاب ويقراوا فيه بس. احنا عايزين نعرف الديانه الاسلاميه بكل اللغات. كل اللي يجي ويقرا الكتاب هيستفيد. حابب الموضوع يكمل، احنا هيكمل بلغته. محدش هيجبره ان حد يفهمه حاجه هو مش عايز يفهمها. هو هيقرا الكتاب واللي هيفهمه هو اللي هيحطه في دماغه. حته جميله قوي، وان شاء الله الناس كلها تيجي تقرا بكل اللغات. وكمان في حاجه حلوه ان هو اصلا الازهر عامل الموضوع مجانا باكتر من لغه. احنا دايما عندنا الجديد وبنقول لكم تعالوا اتفرجوا واقرأوا بكل اللغات. يلا سلام.